بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أتكلم معاكم النهاردة عن موضوع عنوانه ضحايا الإدانة. حد فكر فينا اللي احنا أدناه ده عملنا فيه ايه؟ صدقوني ممكن نكون قتلناه. ممكن بإدانتنا للشخص قدام آخر يتاخد عنه انطباع يفرق في كل مستقبله، إن كان قدامه فرصة كويسة قوي للنمو للخدمة لأي حاجة، إدانتنا ليه ضيعت الفرصة دي. وممكن إدانتنا كمان تخلي الإنسان يجيله صغر نفس، لأنه هيسمع إنه بيتقال عليه إنه كذا فيتعب قوي، لأن إحنا قدمنا له حكم ولم نقدم له معه علاجا. زي الأب اللي بيقول لابنه يا ابني انت مفيش فايدة فيك، انت طول عمرك غلاوي وطول عمرك غضوب وطول عمرك ما بتحبش اخواتك. يا ترى نفسيته شكلها ايه بعد ما سمع الكلام ده؟ طب مش انت يا اب المفروض تربي وتوجه وتكبر وتنمي، ولا انت بس بتتهم وبس؟ علشان كده احنا مش عارفين ضحايا الإدانة دي شكلها ايه. ممكن جدا احنا نشهر بناس وبسمعتها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الناس ديت الحقيقة ممكن تكون سابت بلادها وسابت بيوتها. وانا فاكر انا قلت لكم الموضوع ده في المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الإدانة زمان، لان في آية بتقول كده ان اللسان الثالث أقلق كثيرين وبدد أمة عن أمة. علشان كده احنا بنقع في مشكلة كبيرة قوي لما نقع في الإدانة، ممكن خربنا بيها بيوت وضيعنا سمعة ناس. يبقى الملخص اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي ان الإدانة دي بتضيع سمعة إنسان، بتلخبط مستقبل إنسان، بتجيب صغر لنفس إنسان وتحبطه من غير ما تقدم له علاج. أخطر حاجة هتكلم عنها إن الإدانة عاملة زي الرصاصة اللي طلعت من المسدس اللي بتصيب مقتل. حتى لو ندمنا بعد كده الناس سمعت الدوشة والقتيل اتقتل خلاص، لو عيطنا جنبه وقلنا له احنا اسفين، لا الإصابة حصلت. علشان كده يا ريت اللي عاوز يدين نفسه على خطاياه ولا يدين آخر على خطاياه. أقول لكم إيه؟ صباح الخير.